السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بسكوت العيد الحلو المقرمش، هنعمله بالشوكولاتة. عملنا البسكوت بالفانيليا او بالنشادر وطلع معانا هش ومقرمش وطعم ولذيذ. النهارده هنعمل كمان البسكوت، بصوا شايفين ناعم ازاي وهش جدا وخفيف كده حاجة فاخر من الآخر. من كيلو دقيق واحد هنعمل الكمية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. تعالى اقول لكم انا عملته ازاي. هنجيب البولة، حطيت كده عشان هعمل كيلو دقيق، حطيت نص كيلو زبدة. دي نص كيلو زبدة من اللي هي اي نوع يعجبك، او لو سمنة هتحطي برضو نص كيلو، بس هتحطيها في التلاجة الأول تتماسك. ولو هي زي ما انت شايفاه جايباه قالب كده يبقى هتشتغلي بيه تمام، بس كسريه الأول عشان ما يبوظلكيش الحاجة اللي انت بتضربي المضرب اللي انت بتضربي بيه. حطينا عليه نص كيلو، حطينا كوباية ونص من السكر البودرة زي ما انتوا شايفين كده. كوباية ونص سكر بودرة ناعم ومنخول، بتنخليه تاني وعشان لو في حبيبات ولا حاجة. وهتضربي السكر مع الزبدة او السمنة زي ما انت شايفة كده لحد ما يبقى قوام كريمي زي ما انتوا شايفين. بعد ما تضربي دقيقتين كده هتلمي بالسبتيولا الزبدة او السمنة اللي هي بتبقى على الجناب كده واللي لازقة في القاع. وبعد كده ترجعي تضربي تاني لحد ما تبقى معاكي قوام ناعم جدا وهش وكريمي. وكمان هتلاقي اللون بتاع الزبدة او السمنة فتح وبقى لونه كريمي يعني لونه حلو كده. هنفضل نضرب فيها قد ايه؟ حوالي 5 دقايق ضرب بالمضرب او بايديكي، بقى هيبقى اكتر شوية. المهم لحد ما تلاقي قوام الزبدة او السمنة بقى هش زي ما انتوا شايفين كده واللون فتح. عندنا هنا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. لو البيض عندك كبير هتاخدي 3 بيضات، لو البيض وسط او صغير هتاخدي 4. نزل اول بيضة وتضربي البيضة تختفي، هتنزلي البيضة التانية. البيضة تختفي هتنزلي التالتة. وكمان هنحط معاه طبعا فانيليا، تحطي رشة فانيليا مع البيض عشان البيض ده التوأم بتاع الفانيليا. نزلنا هنا ال4 بيضات ونضرب فيهم كده كمان دقيقتين 3 كده. هنا بقى انا كنت بنزل اهو كيسين كده من الفانيليا لان الكمية اللي فيه قليلة. رشة فانيليا حلوة كده وهتفضلي تضربي فيه تاني لما تدخلي كل المكونات مع بعض. بعد كده بقى هنلم برضو اللي في الجوانب ونرجع نضرب تاني عشان كل المكونات تندمج مع بعضها زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزاكم تسموا الله وتصلوا على رسول الله في الكومنتات. قولوا لي من اي بلد بتتابعوني. انا عملت البسكوت الهش اللي جربه بطريقتي اللي هو البسكوت الفانيليا او بسكوت النشادر. قولوا لي ايه رايكم كده. بقى وقفت الضرب وجبت نص كوبايه حليب وحطيت فيها نص معلقه من النشادر. ما تكتريش النشادر عشان البسكوت ما يفرش معاكي. ركنت كده نص كوبايه الحليب فيها نص معلقه نشادر. وجبت عندي كيلو دقيق، انا شلت منه 4 معالق دقيق، حطيت بدلهم 4 معالق كاكاو زي ما انت شايفه كده عشان برضو يبقى معانا الكيلو زي ما هو، ما قلش ولا زاد. زي ما انتوا شايفين قلبتهم كده. نزلت دلوقتي كمان نص معلقه من البيكنج باودر وحطيت رشه ملح. الاول كده نزلت رشه كبيره فرمتها، انا عايزه رشه بسيطه جدا ملح. نزلت كده المواد الجافه بقى. كيلو دقيق شلت منه 4 معالق، حطيت بدلهم 4 معالق كاكاو وحطيت نص معلقه بيكنج باودر ورشه ملح. ما تكتريش برضو البيكنج باودر عشان النقشه يعني تفضل واضحه ما تبانش. هيتنفخ كتر البيكنج باودر هينفخها قوي والنقشه مش هتبان. هنا بقى نرجع للسوائل. نزلت كده على البيض والزبده ربع كوبايه زيت. ربع كوبايه الزيت دي هتخلي لك البسكوته بتقطم وفي نفس الوقت بتقرقش كده يعني مقرمشه وحلوه. نزلت كمان نص كوبايه الحليب اللي فيها نص معلقه النشادر. دي المواد السائله. قلبناهم مع بعض كده، اديناهم ضربتين تاني. بعد كده هنزل كيلو الدقيق اللي عليه كاكاو زي ما انتوا شايفين كده
وهبتدي بقى دي نضيفه وزي الفل، ابتدي الم بايدي. احنا مش بنعجن يا جماعه، احنا بنلم بس. انا عايزه هنا الدقيق يعني يتمزج كده مع السوائل، ومع السمنه بالبيض بالحليب بالزيت، بكل المواد اللي حطيناها، وهندخلهم مع بعض. انت كده بتحسي بقى ايه؟ ان حاجه ناعمه كده تحت ايديكي، كريميه. يعني قوام العجين بصوا كريمي. بتقلبي كده لما تدخليهم مع بعض اهو، واللون بتاع الكاكاو يبان زي ما انتوا شايفين كده. هنلم لحد ما كل الابيض ده يبقى بني، كل الابيض الفاتح ده يبقى القوام كله شوكولاته زي ما انتوا شايفين. وبنقلب طبعا. انت بتلميها بايدك، قلت مش بنعجن. بتحس انها سايله، يعني بصوا طريه جدا جدا زي ما انت شايفه كده. هتفضلي تلمي فيها لحد ما تلاقيها مسكت تحت ايدك زي ما انت شايفه كده، مسكت نفسها كده. والقوام ابتدى ايه؟ ان ممكن تعمليه بقى، تشكليه. افرضي ان انت بقى، طبعا النوع دي بيختلف. افرضي انت البيض كان عندك كبير، او حسيتي انه يعني سايل، العجينه طريه جدا، هتروحي عاملاها ايه؟ حاطه كمان معلقه دقيق او معلقتين دقيق لحد ما تلاقي قوام العجينه زي ما انت شايفه كده. هناخدها بقى. طبعا انا كنت عامله في الكيس البسكوت اللي هو بسكوت النشادر، فكان باقي في حته كده ايه، اللي هي اللي نزلت البيضه دي الاولانيه، البسكوته الاولانيه اللي هي الفاتحه دي، انا شلتها وحطيت ايه بقى العجينه بتاعت اللي هي بالشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده. بقى شكلي في الصاج، جميله جدا اهي. لو انت عايزاه تعمليها بالمكنه يبقى هتحطي كمان معلقتين دقيق عشان العجينه تبقى ماسكه نفسها اكتر شويه وتمشي في المكنه. لكن احنا عشان عايزينها عجينه طريه جدا للكيس، خليناها طريه زي ما هي كده. انما لو عايزاه في المكنه زي ما قلت لك هتزودي كمان معلقتين دقيق. بصوا حبايبي، شكلي بقى، اعملي الشكل اللي يعجبك سواء بالمكنه سواء بالكيس. وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني اهو. مفيش 10 دقايق وهتلاقيه استوى وطلع معاكي كده زي الفل. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بسكوتة حلوة. بصوا النقشة عشان ما كترناش البيكنج باودر. بصوا النقشة واضحة جدا ازاي. وكمان ما فرش عشان ما زودناش النشادر. هي نص معلقة نشادر، نص معلقة بيكنج باودر على كيلو الدقيق. نص معلقة النشادر بنحطها في نص كوباية الحليب، ونص معلقة البيكنج باودر بنحطها في كيلو الدقيق زي ما انتوا شايفين. بقى ما تنسونيش بلايك حلو زيكم، واشتراك في القناة. متابعين الجداد اهلا بيكم في قناتي، ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين حبايب قلبي. ويلا قوموا اعملوه بقى اللي ملحقش يعمله. وساعة بالكتير هكون عاملة لك كيلو بسكوت زي الفل، وحاجة ضمناها وكتير جدا اهو. يعني دول هيطلع اكتر، حوالي 2 كيلو ونص كمان بسكوت. كيلو البسكوت هتشتريه من الفرن غالي، وهتلاقيه كام واحدة كده. ما تنسونيش بقى بلايك حلو. كل سنة وانتوا طيبين، ومع